الخنفشاري اللي الفراعنه لو كانوا سمعوه كانوا انتحروا وكسلوا يحنطوا نفسهم. تقول لك قد ايه حضرتك مده صلاحيه الفسيخ؟ صلاحيه ايه يا مدام؟ صلاحيه ايه يا مدام؟ هو اصلا معفن، سمك متعفن متحلل متخلل، هو مش منتهي الصلاحيه. لا انت فاهمه غلط، هو عدى مرحله الصلاحيه فعفن. يا روح قلبي عفن، ما تاكليهوش بقى، ما تاكليهوش، ما تاكليهوش، ولو انت حامل، ولو انت انسه، ولو انت حيه، ولو انت ميته، ما تاكليهوش. الست ما بتاكلش فسيخ، اكله مش انثويه. ليه ما كلوش؟ ليه ما كلوش؟ ليه؟ احنا بنحبه وهناكله، والله لو قلت فيه تعبان هناكله، يعني هناكله، بالذات بقى مع العيش المحمر كده. حد يسيب الجمال ده والحلاوه دي؟ سمك معفن، قال عفنه، قال عفنه. والله لو هتقول ايه بنحبه بنموت فيه. شوفوا كده مع البصل احلى اكل. شايفين حته الفسيخ؟ والنبي انت بتعملي من هنا وتقولي ما تاكلوش فسيخ من هنا وتروحي تاكلي من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما بحبوش كده الا مع العيش المتحمر. مية مية. جوز امبارح بحب اجيب الفسيخ دي واخليه كده عشان اكل على طول بقى، مفيش وقت اقعد انضف. بيقول لي اهدي في ريحه حاجه كده ميته في الشقه، ولا ريحه حاجه ما يطيقش ريحته، ما يطيقش ريحته، في ريحه حاجه هنا ميته. قلت له لا مفيش حاجه. قال لي انت مفسيه يا بنت، انت مفسيه. قلت له لا انت شامم ايه بالظبط؟ قال لي شامم ريحه حاجه وحشه قوي هنا في قلب الشقه. شايفين ما شاء الله فسيخ جميل طعمه جميل. بحب اجيبه كده واخليه عشان اكل بقى على طول. بحطه في برطمان، احط عليه شطه وزيت واسيبه بقى، كل ما عاوز اكل بطلع منه. المهم قاعد يبص في الشقه يقول في حاجه مش طبيعيه. انا هرجع. دخل بقى المطبخ يشوف بقى ايه الريحه دي؟ الريحه دي جايه منين؟ دخل بقى لقى الفسيخ. قال لي والله العظيم ما هو بايت هنا، هرميه في الشارع يا تاخدوه وتروحي عند امك، ما تقعديش هنا في الشقه بالريحه دي. او كل 10 دقايق بس وكل ده هيتلم. اما صدقت انا بحبه نفسي فيه. قال لي انت معفنه، بتحبي الحاجه اللي ريحتها معفنه. قلت له والله ده جميل، جرب بس كده ودوق. قال لي انا دوق؟ عمري ما اكل اللي انت بتاكليه دي ولا القرف دي، ده بكفايه ريحته. قلت له ده ريحته دي احلى حاجه فين؟ مع المعاش المتحمر ما اقولكوش. المهم بقيت مش عارفه ارد ازاي. قال لي بقول لك ايه، ما تباتيش في الاوضه اللي انا فيها، تاخدي بعد كده وتروحي تنامي في اي حته، ده المربكه من البلكونه. قلت له حاضر تحت امرك. قال لي انا مش قلت لك البتاع ده ما يجيش هنا ما بتسمعيش كلامي؟ لا. قلت له انا بحبه نفسي فيه، يعني افرض موت. صحيح افرض موت، يعني اموت نفسي في الحاجه حاجه وبحبها. حد يسيب الجمال ده؟ الحاجه الوحيده اللي بتنزل في القلب على طول، ما بتنزلش في المعده، لا في القلب. حاجه كده ما بتتوصفش، بتخلي المزاج حلو. تاكلوا ما تشبعوش، يبقى مزاجكم حلو وانتوا بتاكلوا. بالذات بقى كده جربوه بقى مع العيش المتحمر. الدنيا بقى غير الدنيا. النصيحة مني حطوا على زيت وشطة كده واخلوه وعينوه، تطلعوا وتاكلوا على طول. شايفين الحتة حلوة ازاي وبرة؟ الله على الجمال، الله. ربنا يستر بقى. باكله بالليل وهصوم بكره، خلينا عطشانه طول النهار. ولا اروع من هذا، ولا اروع. المهم بقى جوزي عمل معاه مشكله وقال لي ايه، من ساعتها مخاصمني، مش طايقني ولا طايق يكلمني. ان كنت عايزه ما يلحقنيش يعني اعمله قبل ما يجي، بس جه بقى هعمل ايه؟ هعمل ايه بقى؟
شوفوا اعمل ايه. ما كنتش عارفه اروح فين. هو مش طايقني من ساعتها. قولوا له اتصرف معاه ازاي بقى. اقول له ايه بقى؟ حاجه وبحبها يعني. هو يعني لو بحب حاجه اقول له لا. ما كل واحد حر ياكل اللي هو عايزه. احنا بنقف كده لبعض. احنا ناكل او ما ناكلش ايه. فين الليمونه؟ اتفضلوا معايا. شايفين الخلي بتاعي؟ شايفين الفسيخ؟ روعة روعة. بعد ما تخلصوا بقى الفسيخ كده الحمد لله تشبعوا بقى. تعملوا ايه؟ تجيبوا الليمونه نفس الليمونه بتاع الفسيخ وتغيروا الليمون. اصل مش هتعمل حاجه لو غيرتوها، مش هتشيل الزفاره. قوموا حاطين على ايدكم كده نفس الليمونه بتاع الفسيخ. دي الترابيزه اللي انا باكل عليها. خلي بالكوا يعني دي الترابيزه. قوموا جايين بقى كده ايه عصرين الليمونه اهي على ايدكم بس، ولا اكنكم كلتوا فسيخ. ما تغسلوش بقى بصابونه ولا تغسلوا ايدكم بماء ولا حاجه. اقعدوا كده